السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى زيتون وفلفل وليمون مخلل خللناهم بأسهل طريقة. عايزين تعرفوا خللناه ازاي؟ خللناه بتكات بسيطة ولكنها خطيرة. عايزين تعرفوا عملناه ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنخلل مع بعض الزيتون العزيزي. هنخلله بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخد مننا وقت خالص، وهنشوف مع بعض طريقة التخليل قد ايه سهلة. عندنا 3 كيلو زيتون عزيز زي ما انتم شايفين كده، عامل زي البلح ما شاء الله. عندنا هريسة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. عندنا هزمتين 3 كرفس كده بيخلوا طعم الزيتون بتاعنا فظيع، طعم وريحة ما حصلتش. عندنا جزر مبشور، بشر خشن كده، ومقطعين كده ايه كام جزرايه ايه شرايح بتدي شكل جميل مع ايه التخليل. عندنا فلفل حامي، يا دوبك شلنا الطربوش بتاعه بس، الفلفلايه نفسها مقفوله. تمام. عندنا كمان ليمون سلقينه يا دوبك خد، يعني ما مش نص حتى سلقه، لا ده هو خد غلوه بس على البوتاجاز وسبناه في الميه بتاعته. ما رميناش طبعا الميه، لان الميه دي لوحدها كنز، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. تعالوا بقى نخلل مع بعض الزيتون ونشوف هنحط المكونات بتاعتنا الجميلة دي ازاي. دلوقتي حبايبي هننزل بالمكونات بتاعتنا ايه على الزيتون. اول حاجة هننزل بالهريسة اللي احنا ايه زي ما قلت لكم كنا مفرزينها مع بعض. الهريسة دي بقى ايه حاجة اساسية مع الزيتون، خطيرة. تمام. وبعدين هننزل بالكرفس اللي احنا برضو ايه مقطعين. نسيت اقول لكم حاجه، الزيتون احنا ما شقناهوش ولا حاجه، الزيتونه سليمه زي ما هي كده، انا مش هشقه، انا هعمله صحيح زي ما هو كده، وهيطلع معاكم احلى زيتون، هيقعد معاكي سنه كامله واكتر وهو بيقرقش كده وجميل. تمام حبايبي. هننزل بالجزر المبشور بتاعنا. بسم الله. وهننزل بالفلفل. كل المكونات دي هتتحط على بعضها وهتتقلب. تمام. وحاجة أخيرة هننزل بالليمون اللي احنا ايه سالقينه زي ما قلت لكم، يا دوبك خد غلوة بس. طبعا وهنقلب كل المكونات الجميلة دي مع بعض. ريحة الكرفس بقى ايه روعة روعة روعة. تمام حبايبي. هقلب كل المكونات دي وارجع لكم. دلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال، بصوا الالوان الجميله، هو يتاكل ني بصراحه. قلبنا كل المكونات مع بعض، بس الفلفل خليته ايه على جنب علشان خاطر الحاجه اللي انا بعمل فيها ما كفتش، فهنحط ايه شويه من ده وشويه من الفلفل في البرطمان. تمام. مفيش اي مشاكل. طيب نجيب بقى البرطمانات بتاعتنا ونبتدي ايه نحط المخلل بتاعنا فيها. هنسمي الله كده، بسم الله. نحط كده ايه شويه زيتون على ليمون كده، الحاجات الجميله دي، ونحط معاها ايه شويه فلفل، مش كتير برضه. نحط شويه كمان لحد ايه ما نملأ البرطمان بتاعنا. كده ونرجع نحط شويه فلفل. بس الدنيا سهله خالص، خد مننا وقت؟ ما خدش مننا اي وقت. بسم الله.
ما نملاش البرطمان على الاخر عشان احنا لسه هنزود ايه السوائل اللي احنا هنضيفها. دلوقتي حبايبي هجيبنا بقى ايه طبق غويط كده علشان نعمل المادة السائلة اللي احنا هنحطها مع المخلل، اللي هو ايه المية والملح والليمون والحاجات دي. طبعا زي ما قلت لكم احنا سالقين الليمون وما رميناش المية بتاعته. انا هنا حاطة في الطبق حوالي لترين مية. تمام. المية دي انا غلياها وسبتها لحد ما تبرد خالص. هننزل عليها بمية الليمون اللي احنا ايه كنا سالقينه. كده بقى مش هنعصر ليمون على الزيتون والمخلل بتاعنا، ده هيغنينا عن عصير الليمون اللي احنا بنضيفه على الميه. شفتوا بقى وفرنا ازاي؟ وقلت لكم ميه الليمون دي كنز، وفعلا كنز. كده وفرنا كتير لان احنا كنا نعصر كميه ليمون عشان ناخد ايه عصير الليمون ده نضيفه على الميه وملح، فكده احنا وفرنا كتير. تمام كده؟ تمام. توفير التوفير اهو. هننزل بقى بكيس ونص ملح. كيس اللي هو ايه ده 300 جرام. هننزل بكيس ونص ملح. بس كده. وهننزل بحوالي نص كوباية سكر. السكر ده بقى بيدي للزيتون القرمشة، ما يخليهوش يتهري ابدا، يقعد معاكي لحد رمضان وهو مقرمش وجميل. عوامل كتير قوي بتخلي ايه الزيتون بتاعنا ما يبص مننا، ما يتهريش، تيجي تفتحي عليه تلاقيه اتهرى ومر منك. لا، امشي بس على الخطوات دي خطوه خطوه. هنضيف ربع كوبايه خل، ما تضيفيش خل كتير لان الخل برضو من العوامل اللي بتخلي الزيتون يستوي بسرعه، فعقبال ما تيجي تفتحي عليه على رمضان هتلاقيه ايه استوى زياده عن اللزوم او اتهرى. فاحنا هنحط ربع كوبايه خل. بسم الله. بس كده. نقلب بقى الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض. أهم شيء تظبطي الملح. الملح ما يكونش قليل، مش عايزين السوائل دي تكون دلعة. برضو الزيتون عامة أنا بتكلم عن الزيتون، لما تكون السوائل بتاعته الملح فيها مش مظبوط دلع، برضو ده بيخلي الزيتون بتاعنا يتهري ويستوي بسرعه ويمور ويبقى وحش، هترميه. يعني لو انت عملتي كده هترمي الزيتون بعد كده. الزيتون لازم يكون الملح بتاعه حادق شويه. تمام. ما يكونش مظبوط كمان، لا فوق المظبوط سنه، لان الليمون هينزل سوائل والجزر اللي احنا حاطينه هينزل سوائل والزيتون نفسه هينزل سوائل، فهتلاقي ايه ميه المخلل بتاعتك دلع فهيمور مننا. فاحنا بنحدقها اكتر من المظبوط شويه. يعني شوفوا بشرح لكم بقى بالتفصيل الممل، يعني خطوه بخطوه. تمام. نجيب بقى البيضه ونختبر بيها الملح بتاعنا. دلوقتي حبايبي هنجيب بيضه. لو البيضه دي عامت فوق الوش كده يبقى الملح بتاعنا مظبوط. لو البيضه دي نزلت في القاع يبقى لسه محتاجين نزود ملح. هنسمي الله كده. بسم الله. البيضه دي نيه مش مستويه. البيضه دلوقتي سقطت في ايه في القاع. هنفضل نزود ايه ملح. نطلعها كده وهننزل بنص كيس التاني وهنقلب. احنا عندنا حوالي 4 لتر سوائل. تمام. كده حبايبي دوبنا الملح كويس جدا. هنبتدي ايه نختبر برضو بالبيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا البيضة ايه اهي عايمة فوق الوش كده، الملح بتاعنا اتظبط. تمام كده. هنبتدي بقى ايه نحط في البرطمانات المية بتاعتنا. نسمي الله كده وهناخد ونزود ايه البرطمانات.
مش هنكمل البرطمان للاخر، لا هنسيب كده ايه عقلتين كده من غير فاضيين، من غير سوائل. بس كده كده حبايبي خلصنا السوائل بتاعتنا. بصوا البرطمان مش للاخر، لا في عقلتين كده او عقله ونص ما فيهاش سوائل. تمام. وبرده الجردل الصغير ده نفس الحكايه. طيب دلوقتي احنا طبعا ما عصرناش ليمون، احنا كنا بناخد قرش الليمون ونحطه فوق الوش. تمام. احنا ما عندناش، عملنا ايه شرايح ليمون كده، قطعنا شرايح ليمون وهنحطها فوق الوش بالشكل ده كده علشان ما يدخلش هوا ويبوظ لنا المخلل ايه بتاعنا اللي احنا تعبانين فيه. نحط كده فوق الوش. بس كده نقفل عليه يعني. تمام. طبعا كل البرطمانات هنعمل فيها الحركه دي. عايزه تقطعي قطع فلفل كده حطيها فوق الوش، فلفل رومي، فلفل حراق، زي ما انت عايزه. المهم ان احنا هنحط ايه حاجه تمنع دخول الهواء للمخلل بتاعنا. طيب ايه الخطوه الاخيره اللي احنا هنعملها؟ هقول لكم عليها. هنجيب كده، عندك زيت زيتون، نحط شويه زيت زيتون فوق الوش. ما عندكيش زيت زيتون عشان هو برده غالي ومكلف، هنحط ايه اي زيت بس يكون نضيف، لا ليه طعم ولا ريحه. هنحط ايه شويه كده ايه يبقى حاجه عازله برده عن الهواء، حبه صغيرين كده فوق الوش. خد مننا وقت بقى؟ ما خدش مننا وقت خالص. طبعا الجردل بقى عشان ايه بقه واسع شويه زودنا الزيت. تمام حبايبي كده خلصنا المخلل بتاعنا. هنبتدي بقى نقفل عليه. هنجيب لو عندك كيس سندوتشات هتروحي حطاه ايه على الفوهه بتاعه البرطمان وهتقفلي عليه. مع انا عندي ده وده. انا عندي كمان ايه الغطيان اللي هي ايه بنغطي بيها ايه اللي طالعه جديده ديت، اللي بنغطي بيها العلب الاطباق لو حاجه في التلاجة. انا عندي دي، فهعمل كده اغطي كل ايه البرطمانات بيها كده. احنا ايه عملنا كل احتياطاتنا، مفيش هوا هيدخل لاي برطمان. تمام حبايبي الدنيا سهله قوي، مش محتاجه. ما عندكيش دول كيس السندوتشات بتحطي الكيس وبتقفلي ايه عليه. بس كده. في حاجه مهمه بقى عايزه اقول لكم عليها. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده احنا سلقنا الليمون وخدنا الميه بتاعته، خللنا فيها الزيتون والليمون والحاجات الجميله دي مع بعض. طيب انا دلوقتي استغنيت عن عصر الليمون، عن عصير الليمون اللي احنا بناخده ونضيفه على الميه وملح وكده. مش هيمرر معاكي خالص. الزيتون والليمون هيبقى طعمه حكايه، كانك عصره ليمون فعلا وضيفاه على الميه وملح. طب احنا مع يعني انا مش هخلي الليمون مثلا، انا هخلي زيتون وفلفل وخلاص، مش هخلي الليمون. هعمل ايه؟ هتجيبي كيلو ليمون هتعصريه على نفس الكميه دي، هتعصري كيلو ليمون هيطلع لك بقى ايه كوبايتين ولا حاجه، هتضيفيهم على الميه ام ملح طبعا مع السكر اللي انت هتحطيه، نص كوبايه السكر وربع كوبايه الخل، وهتخللي الزيتون بتاعك. سلقتي ليمون ما ترميش ميه الليمون، خليلي فيها، وهنستغنى عن عصير الليمون اللي انا بقولك عليه. تمام حبايبي العمليه كده بقى ايه سهله ومفيش فيها اي تعقيدات. هنقفل بقى عليه ايه كويس جدا. هتشيليه بقى ايه في مكان كده ايه بعيد بقى عن الايد وكده، تحتفظي بيه لرمضان. طبعا هو هياخد وقت في التخليل، فلحد رمضان ان شاء الله 5-6 شهور كده هتلاقي ايه الزيتون بتاعك اتخلل وبقى ايه تحفه 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 وبيقرمش وجميل. وهتدعي لي، جربيه بالطريقه دي هتدعي لي.
وكده حبايبي خلصنا تخليل الزيتون والليمون بتوعنا زي ما انتوا شايفين كده، طالعين حكاية ما شاء الله، حاجة كده ايه تحفة. وما ننساش الجردل ده، احلى زيتون مخلل لاحلى متابعين. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.